وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة وما نستقبل ليالي الخميس وفي كل خميس عن واقعة أو قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر شيئا مما في هذه القصة ومما اشتملت عليه من الهدى والنور. ومن هذه الوقائع قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسيب بن حزن وهو والد سعيد بن المسيب كما في الصحيحين، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني حضرت الوفاة أوشك على الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينصره وكان يمنعه من الكفار أن يؤذوه، كان نعم النصير لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن يدخل دينه. هو يقر بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأديان وأنه نبي من عند الله، وكان يناصره من الكفار، لكنه لم يدخل الإسلام، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، يعني لولا أن يلوم للناس، أو حذار مسبة، يعني يسبوني فيقولون تركت دين آبائك وأجدادك، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني لولا هذه الأمور ستجد أنني ممن يدخل في الإسلام وممن يكون بين الدخول لا يتخفى في ذلك، لكنه لم يشأ الله عز وجل أن يدخله في الإسلام. فلما جاءت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة، ما نقص من ملكي شيء. هذا الله جل وعلا الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي بيده كل شيء. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. تسأل ولي؟ يا سيدي فلان ينفعك هذا؟ ما ينفعك، اسأل الله الغني القدير المالك لكل شيء. وفي هذا الحديث سوء عاقبة الصحبة السيئة، فإن الصحبة السيئة لا تجرك إلا إلى السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، يعني على دين صديقك. انظر من أصدقائك، انظر من أصدقائك. فعليكم أيها الإخوة بصحبة أهل الخير، للعلماء، لطلاب العلم، للصالحين، حتى تكونوا مثلهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا الله سبحانه وتعالى توفقنا وبركاته الدنيا والآخرة. سيدنا محمد جزاك الله خير شيخ، ما شاء الله، مبروك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله يا حبيبي راسك خارج المسجد ده فرحة الحمد لله حتى ثانية ربنا يهديهم. سلم عليه. سلم عليه.